جمعة الوداع لشواطئ اسكندرية والصيف وكل حاجة. خلاص كده صيف 2026 بالنسبة لناس كتير جدا باي باي، خلاص ما بقاش موجود. طبعا الناس اللي عندها دراسة، عندها كليات، عندها مدارس، عندها أولاد في المدارس، خلاص كده المدارس خلاص فاضل لها يعتبر 10 أيام، ودي آخر جمعة في شهر 8. فالناس اللي بتصيف دي آخر جمعة، هنبتدي بعد كده في مصايف شهر 9. فقلت اجي النهاردة في جمعة الوداع ان انا هلاقي بقى الشواطئ فاضية وما فيهاش حد او الشواطئ هادية. جيت ولقيت الشاطئ بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه، زحمة جدا. شايفين تبارك الله يعني كمية الناس اللي موجودة. يعني انا كده في شاطئ جزيرة الدهب وبعده البروفاج، وورايا على طول محمود سعيد، وصورتهم كذا مرة على القناة. وتبارك الله الدنيا زحمة جدا، ولا كأننا في بداية شهر 7 كمان مش في شهر 8. الجو حر ومساعد ناس كتير ان هي تيجي، وده نساني كمان ان انا ارحب بيكم في بداية الفيديو. اهلا وسهلا بيكم معايا في فيديو جديد. فضلا وليس امرا، لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة بقى انا جيت هنا شاطئ جزيرة الدهب، من اكتر الشواطئ اللي بتكون زحمة في اسكندرية جدا. وقلت النهاردة في اخر جمعة في شهر 8 هاجي الاقيها هادية، غير ان كمان في اخر شهر 8 اهو فتحت شواطئ سيدي بشر، من اجمل الشواطئ اللي انا بحبها، ودي هجيلكم في الكلام فيها. فجيت بقى بعد كده قلت هلاقي ناس كتير راحت هناك، فبقى هنا هادي شوية. ولكن جيت لقيت زحمة جدا، يعني وانا جاية في الطريق لقيت شواطئ سيدي بشر وخالد ابن الوليد الشواطئ زحمة كتير، كأن الناس من هنا مش راحت هناك، لا ده هم ناس تانية جديدة جت هناك خالص. وانا من اقرب الشواطئ لقلبي هي شواطئ سيدي بشر، لانها كانت فتحة خير عليا في حاجات كتير، ودي هبقى احكي لكم عليها الفيديوهات الجاية. ومن كل حاجة هي اقربهم لقلبي شواطئ سيدي بشر. وانا من الناس اللي زعلت جدا لما شواطئ سيدي بشر من 3 سنين ابتدى ان هي تتشال، ومن اكتر الناس اللي فرحت دلوقتي ان هي ابتدت ترجع تاني. وهفرح جدا معاكم لما الشواطئ تكون على احسن وجه. وده طبعا مش هيكون الصيف ده، ولو اي حد قال لكم الصيف ده، لا هي فاتحة وجميلة وفيها خدمات، ولكن هتكون على الهادي لان احنا خلاص بنبتدي في شهر 9. ومصايف شهر 9 ليها ناسها اللي بتحب تصيف فيها، واكترهم مش بيكونوا من بره اسكندرية، ولكن في اقلة بيكونوا من بره اسكندرية. وهنا بقى بتكون الشواطئ يوم حلو ويوم مش حلو على حسب حالة الجو. النهاردة بقى كان البحر حلو، يعني شايفينه هو حلو، مفهوش امواج عالية، البحر ما فيهوش حاجة ان هي تخض، ولكن في تحذيرات كتير من حالة البحر النهاردة. وعلى الرغم من تحذيرات حالة البحر، وعلى الرغم ان اخر جمعة في شهر 8 والمدارس قربت، والمدارس السنة دي بادئة بدري، لكن تبارك الله الشاطئ زحمة جدا، الناس مبسوطة، الجو حلو جدا. يعني اللي يقول لكم الجو مثلا في حاجة، لا هو الجو حلو جدا، رغم ان هم محذرين من حالة البحر ان هي بيكون فيها تيارات معاكسة او رياح. ولكن لحد دلوقتي الناس متابعة، الغواصين واقفين على الشاطئ، العمال واقفين بيقولوا للناس تعوم فين وما تعومش فين، الناس نازلة والبحر حلو جدا. ولكن برضو زي ما بنقول في كل فيديو لازم طبعا تخلي بالكم من كل حاجة، ادام في تحذيرات يبقى هم ادرى بحالة الرياح وحالة الجو. نعوم في الاماكن اللي فيها امان بس. ومن اول دلوقتي خلاص كده احنا بنبتدي ان هو الجو يتغير يوم ويوم، يبقى نبتدي ان احنا نعوم في الاماكن اللي هم يقولوا لنا عليها ونلتزم بالتحذيرات، وفي نفس الوقت نستمتع طبعا بجمال البحر وحلاوة البحر اللي هو تحفة. حاسة ان انا عايزة انزل كده واخد غطس في البحر من كتر حلاوته، واصلا صوته تحفة، ريحة البحر جميلة. انا من الناس كمان اللي بتحب ريحة البحر وكل حاجة. الناس مستمتعة، البحر حلو جدا، في زحمة رهيبة. يعني انا اصلا بالكاميرا كده هحاول ان انا اجيب لكم كل حاجة. الشاطئ مفهوش مكان حرفيا، بصوا تبارك الله مفيش مكان خالص. ده كده جزيرة الدهب مفهوش مكان،
بعده البروفاج هناك واخد بقى بشواطئ العصافرة بالمندرة لحد كده المنتزه مفيش مكان. الناس نازلة في البحر، الناس بتستمتع. الحاجات اللي مأجرينها دي مأجرينها من عند محمود سعيد من الشاطئ اللي ورايا. وطبعا الجو حلو، انا مش شايفة ان هو فيه امواج، ولكن شايفة الحتت الفاضية فعلا فيها سحب الموج بيروح لجوه شوية، لكن المكان اللي احنا بنصور منه حلو جدا. قلت لكم قبل كده على اسعار الشواطئ هنا طبعا من بداية الصيف، وكل صيف بقول لكم الاسعار، بس برضو سريعا كده عشان لو حد حابب ان هو يعرف. الاسعار بتكون في جزيرة الدهب والبروفاج من 25 جنيه جزيرة الدهب ل25 و30 البروفاج، و25 جنيه محمود سعيد. الشواطئ دي كلها ورا بعض كده من اول كوبري 45. الاسعار ما بتتغيرش، عشان انا اتسألت كمان السؤال ده من ضمن التعليقات اللي جاتلي، هل بتكون الاسعار في الوقت اللي هو المصايف فيه هادية شوية شبه شهر 9 بتكون سعر الدخول اقل؟ لا، سعر الدخول مش بيكون اقل، بيكون نفس تيكت الدخول بنفس السعر، شامل الكرسي والترابيزة والشمسية لكل 4 افراد شمسية واحدة. يعني لو زاد العدد بتاخدوا بقى شمسية اضافية. وطبعا مفيش اكراميات زي ما بنقول في كل فيديو، مفيش اكراميات خالص، ولكن اللي بيتغير في الشاطئ حاجة واحدة، بدل ما كنتوا بتروحوا تلاقوا الشاطئ زحمة جدا بتلاقوه اهدى شوية في شهر 9. طيب اهدى شوية في شهر 9 طول الاسبوع. طبعا احنا السنة دي الدراسة بادئة شوية، فالناس اللي حابة ان هي تيجي في شهر 9 فهتيجي هتلاقي الشواطئ فاضية شوية طول الاسبوع، بس هيكون يوم الجمعة ويوم السبت هتلاقوه زحمة. طب زحمة ليه؟ شهر 9 بيعتبر لسه مصيف، لسه حر، الناس متعودة بقالنا كذا سنة من زمان. الدراسة كانت بتبتدي شهر 9 وبعد كده ابتدت ان هي تبتدي 12/10، فالسنة دي بادئة بدري، فالناس هتعتبر برضو شهر 9 ان هو صيف، فهيستنوا يوم الجمعة اللي هم يروحوا، سواء من اسكندرية او رحلة يوم الواحد او الناس اللي بتيجي مصيف يوم واحد، فهو هتلاقوا يوم الجمعة زحمة. طب الناس اللي بتحب تيجي شهر 9 يكون رايق شوية، قدامكم بقية الاسبوع هيبقى مدارس وكليات والناس مشغولة، فده هيكون هادي، مش هيبقى فيه غير الناس اللي جاية زيارة كده للبحر رايقة، الناس اللي بتحب البحر رايق، او الناس اللي ما وراهاش دراسة او وراها حاجة في شهر 9 هي اللي جاية، فهيكون اهدى من كده تقريبا بنسبة كبيرة جدا. ولكن هو لحد دلوقتي البحر حلو، البحر استمتعوا. ضيوف اسكندرية منورين. مبسوطة قوي وزعلانة ان خلاص هيبتدي موسم الصيف ان هو يخلص، وانا من الناس اللي بتحب البحر، الحاجة الوحيدة اللي بحبها في الصيف هي البحر. فهو البحر حلو جدا شبه ما حضراتكم شايفين. ده محمود سعيد. بصوا محمود سعيد مفهوش مكان حرفيا. محمود سعيد من الشواطئ اللي هي مناسبة جدا للأطفال، يعني لو انتوا جايين وحابين تعوموا في حاجة تكون شبه البسين كده أو البول، فقدامكم محمود سعيد، وميته بتتغير زي ما بقول في كل فيديو من الفتحات دي. ولكن الفرق ما بينه وما بين شاطئ البروفاج وشاطئ جزيرة الدهب هم طبعا المساحة، هو مساحته أقل، ولكن دلوقتي فتحوا فيها ألعاب للأطفال، وفتحوا فيها كافيه ولسان كده في البحر، كافيتيريا، بتبقوا قاعدين شايفين البحر قدامكم وانتوا قاعدين في النص يمين وشمال بحر، فهي حلو جدا والأسعار مقبولة. وطبعا كل واحد على حسب ما بيحب يعوم في مكان عامل ازاي، وعلى حسب اللي جايين. الأسرة برضو فيها أطفال فيها كبار، لكن البحر النهاردة تبارك الله يا بخت اللي جه النهارده، البحر حلو جدا رغم كل التحذيرات، ولكن البحر مقبول. ولكن برضو زي ما قلت في بداية الفيديو، ادام في تحذيرات ناخد بالتحذيرات، لان هم بيكونوا ادرى بطبيعة الرياح هتكون عاملة ازاي. ولكن الشواطئ فيها عدد اشغال كبير جدا، المصيف مازال موجود لسه لحد دلوقتي، الشواطئ شغالة وبتستقبل وكده. احنا هنبتدي ان احنا نبدأ في مصايف شهر 9، بس مصايف شهر 9 بقى هصور الشواطئ اللي مصورتهاش الصيف ده كله، لانها ما كانتش موجودة. شواطئ اسكندرية الجديدة اللي هي احب من على قلبي، شواطئ سيدي بشر وشاطئ خالد بن الوليد، رغم ان هو ما يتحسبش شاطئ خالد بن الوليد بس بيطلقوا عليه شاطئ خالد بن الوليد.
فده الشواطئ اللي هنبتدي نصورها من اول بكرة ان شاء الله، وهصور اسعارها. فاللي حابب بقى يجي اسكندرية في شهر 9 يزور كمان الشواطئ الجديدة اللي هنبتدي نصورها. ده كان فيديو النهاردة لحالة البحر النهاردة، حبيت ان انا اوريكم سريعا كده. هسيبكم بقى مع جزء من الفيديو لصوت البحر وتستمتعوا بالبحر. الناس اللي ما راحتش البحر، الناس اللي بتقولي سيب لنا مقطع في الفيديو ان احنا نعيش كأننا عايشين على البحر، فانا هسيب لكم كام دقيقة كده في الفيديو اللي انتوا تستمتعوا بالبحر. وما تنسوش تشوفوا بقية الفيديوهات على القناة وتكتبوا لي كومنت ايه رأيكم في الفيديو، لان رأيكم يهمني وفضلا وليس امرا. ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو، واشوفكم فيديو جديد على خير، واسيبكم مع بقية الفيديو تستمتعوا، واشوفكم فيديو جديد على خير، ومع السلامة.